السلام عليكم، مرحبا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تشكيلة جميلة جدا من الموالح. معايا زبدة بدرجة حرارة المطبخ 1/4 كيلو، ومعايا كمان 4 قطع من الجبنة الكيري دي 75 جرام. هبتدي أنزل بالزبدة وكمان معاها الجبنة الكيري، وهحاول ان انا بقدر الامكان ان انا اخليهم ينسجموا مع بعض ويبقوا خليط واحد. دول 4 قطع زي ما حضرتك شايفة، وزنهم 75 جرام. هبتدي ان انا اخليهم ينسجموا مع بعض بحيث ان هو يبقى خليط واحد ناعم، وهحاول بقدر الامكان كل مرة اقلب الخليط عشان يبقى منسجمين مع بعض. هبتدي اجيب دقيق، انا عندي 500 جرام من الدقيق، وعليهم كمان 10 جرام من الملح، يعني معلقة صغيرة، وربع معلقة صغيرة من الفانيلا، وكمان معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. طبعا لان احنا زي ما قلنا هو كوكيز مالح، يعني في نعومة الكوكيز. هبتدي انزل بالنص المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر، هقلب الخليط كله مع بعضه، وهبتدي انزل بيه كله على الزبدة وجبنة الكيري اللي احنا نعمناهم مع بعض، وهحاول ان هما يختلطوا كويس مع الزبدة بحيث ان هو هيبقى شكل، يدي الشكل اللي هو الكرامبل شبه الرمل شوية. معنى كده ان الزبدة الدقيق اتشرب كويس قوي من الزبدة، ياخد له خلط. وهحاول ان انا اقلب الخليط من تحت لفوق بحيث ان كل المكونات تبقى الدقيق بتاعي اتشرب كويس بالزبدة بتاعتي. كده تمام، الخليط بتاعي اتشرب مع بعضه. هبتدي اشوف قطعة منه هلاقيه ان هو بقى خلاص ناعم وجميل ومنسجم، مفيش فرق ما بين الدقيق ولا الزبدة. هبتدي انزل ببيضتين بس، هنزل بواحدة واحدة، يعني اول ما هنزل واحدة الاول، ولما تختفي معايا هبتدي انزل التانية. طبعا هي دي المادة الرابطة اللي هتخلي العجينة بتاعتي تلم. زي ما حضرتك شايفة كده بدأت العجينة بدل ما كانت الأول شبه حبات الرمل، دلوقتي بقت منسجمة مع بعضها. أنا طبعا مش عايزة أعجن فيها كتير عشان مزودش نسبة الجلوتين في الدقيق ويبقى فيها مطة، لأن هي زي ما احنا اتفقنا مع بعض هي كوكيز، بس كوكيز مالح، يعني بنستخدمه مع الشاي في العيد، في أيام الأعياد، يعني بيعتبر زي البسكوتات بالظبط. هبتدي اخد جزء منه قطعة صغيرة واشوف هل بتتشكل معايا رول. ايوه بتتشكل معايا والعجينة طيعة معايا. هبتدي اغطي زي ما حضرتك شايفة كده هي بتتشكل معايا وبتاخد المنظر اللي انا عايزاه. هبتدي دلوقتي ان انا اغطيها لمدة ربع ساعة، هسيبها ترتاح معايا قبل الشغل. بعد ربع ساعة هاخد جزء منها، طبعا هاخد قطع صغيرة وهحاول ان انا اعمل رولات صغنونة قوي، يعني تبقى رفيعة وكلها سمك واحد، ما تبقاش فيها جزء رفيع ولا جزء تخين. وهبتدي اعمل شكل حلزوني زي ما حضرتك شايفة زي ما في الفيديو بالظبط، وهيبقى الشكلين عكس بعض عشان يكونني في النهاية ده شكل من الاشكال اللي انا هنفذها. هنحاول بقدر الامكان نعمل مع بعض كذا شكل، وحضرتك تستخدمي او تختاري الاشكال اللي تناسبك. وده منظر تاني برضو بنفس التكنيك، بس هيبقى على شكل قلب شوية. يبقى احنا كده عملنا منظرين والعجينة بتاعتنا طيعة. هنبتدي نعمل منظر كمان تالت، برضو هنعمله على شكل السينابول زي ما حضرتك شايفة. وطبعا اخر قطعة انا هلفها واحطها من تحت عشان اقفل الرول اللي انا عملته. هبتدي اعمل الشكل حلزوني، هلف القطعتين على بعض. وفي ملحوظة مهمة، ياريت الأشكال اللي يبقى فيها زي الحلزوني أو اللي على شكل سينابول يتحطوا في صينية واحدة، لأن هياخدوا تسوية أعلى شوية من الأشكال اللي هيبقى رفيعة شوية، يعني ما فيهاش تركيبة. يعني مثلا شكل الصوابع ده ما بياخدش وقت كتير في الفرن،
ولا الاشكال الحلزونية البسيطة. اما اللي فيها شكل حلزوني قطعتين ملفوفين على بعض ده بياخد وقت اكبر، فنجنبهم في صينية تانية. هبتدي اعمل شكل على شكل الكرواسون. يبقى احنا دلوقتي عملنا حوالي 5 اشكال، وده الشكل السادس. وطبعا انا مش عايزة لفات كتير في الكرواسون عشان ما يبقاش عجين كتير فوق بعضه، المنظر بسيط وحجم صغير. هبتدي اعمل برضو افرد العجين ما بين ورق الزبدة عشان ما يلزقش في ايديا، وهبتدي اعمل بيه دوائر صغيرة. الدوائر دي انا هلزق عليها عين جمل، اي مكسرات انت بتحبيها. عندنا دلوقتي حوالي 7 اشكال، وده الشكل الثامن. هنبتدي نعمله على شكل مربعات صغيرة. المربعات الصغيرة دي برضو هنشوف طريقة تشكيلها، هتبقى سيمبل خالص، ما فيهاش اي مناظر، بس ليها طعم مختلف. وطبعا انا بحاول ان السمك بتاعي يبقى حوالي 3 ملي، ما قللش عن كده عشان ما تتقطمش معايا وما تتكسرش. هبتدي استف الاشكال اللي عندي في الصينية، وهجيب بيضة واحدة وهحط عليها يعني رشة خفيفة من الفانيلا واخلطها ببعضها عشان طبعا زفارة البيض. وهحاول ان انا ادهن الكوكيز بتاعي او الموالح بتاعتي على السطح دهن خفيف بس كده عشان تديني لمعة حلوة في التسوية. زي ما حضرتك شايفة مناظر بسيطة، وفي اشكال كتيرة جدا ممكن نعملها، بس طبعا عشان وقت الحلقة وان ممكن حضرتك لو عندك منظر تاني عايزة تنفذيه، فانا بديكي حرية التفكير، انت ممكن تبدعي انت باشكال تانية. انا بحاول بس ان انا اديكي بعض من الاشكال على اساس ان انت تختاري ما بينهم. طبعا انا معايا حبوب بذور اللب، ومعايا سماق حطيتها على القطعة المربعة طبعا بعد ما دهنتها بالبيض. وده معايا كزبرة ناشفة هحطها على الشكل السينابول، وشكل حرف الاس ده انا هحط عليه بهار تاني، يعني اي اصناف من البهارات اللي انت بتحبيها. انا هحط عليها زعتر، زعتر بيبقى طعم جميل جدا. والصوابع الطويلة دي انا هحط عليها سماق. يعني التشكيل في الأطعمة او في البهارات اللي انت ممكن تحطيها دي حاجة ترجع لاختيار حضرتك والأطعمة اللي انت بتحبيها. حابة تحطي ينسون حطي، حابة تحطي اللي انا هحطه دلوقتي ده شمر، حابة تحطي وده زعتر، حابة تعملي باليانسون كمان، بحبة البركة، بالسمسم. يعني في مجال كبير قوي ان انت تختاري اطعمة مختلفة. ده بهار اسمه الكشنة، دي خلطة خليجية عبارة عن كزبرة وسماق وكل الحاجات بقى اللي فيها روائح حلوة زي القرفة والقرنفل، خليط من يعني كل الاشياء دي مع بعضها مطحونة ومحطوطة ومع بعضها، ودي بهارات خليجية. طبعا دي كمان بابريكا حمراء بس خشنة شوية ولونها محمر اكتر من اللي بتبقى ناعمة قوي. يعني في اشكال كتير واطعمة كتيرة انت ممكن تحطي زي ما انت عايزة. انا اخترت 4 اطعمة او 5 اطعمة ده وعملنا منهم التشكيل الجميل. بس بصراحة الطعم رائع، جميل جدا مع الشاي، جميل جدا لاولادنا ياخدوه المدرسة. وزي ما حضرتك شايفة اللون ممتع، لا هي محروقة ولا هي ناشفة. طبعا دي مش هتاخد اكتر من 15 دقيقة في الفرن او زيادة شوية حسب نوع الفرن. يعني الفرن بتاعي انا قعدتها فيه 15 دقيقة. وزي ما حضرتك شايفة اللون جميل موحد، مفيش حتة غامقة ولا حتة محروقة.
ودي القطع المربعة، يعني نوع من أنواع التغيير في الأشكال، لكن الطعم مختلف باختلاف البهارات اللي محطوطة، لكن العجينة واحدة، هايشة من الداخل، ناعمة جدا، طعم البسكويت بس مالح. رائعة جدا لأولادنا في المدارس، رائعة جدا إن احنا ممكن نعمل طبق زي ده لضيافة، لهدية لأصحابنا. يعني الحاجات دي يا جماعة والله مكلفة جدا لما بتشتريها من بره، لكن لو انت عملتها في البيت مش هتكلفك حاجة. كل الموضوع نص كيلو من الدقيق، يعني حاجة مش مكلفة خالص، لكن المنظر بديع والطعم أروع، وإن شاء الله هتدعولي عليه. وإذا عجبكم النهاردة الحلقة بتاعتنا يا ريت ما تنسونيش من اللايك والشير والدعاء ليا والأم الغالية بالرحمة والمغفرة. أسيبكم في رعاية الله ومع ألف سلامة.